تعرف بحضرتك؟ حبيب محمد المهنة مدرس أول أو معلم أول حسب شكل الجديد أو الرسمي، مدرس بكلمة صناعات صناعية، مدرس عمارة. نعم. الحرفة؟ الحرفة دي أنا منتهي منها ثانية، لأن طبعا ظروف المعيشة أو الأجر اللي بناخده دلوقتي ما ينفعش يعيش بني آدم في حياة يقدر يعيش بيها. الأجر اللي موجود دلوقتي مفيش خالص، ما ينفعش. يعني لما يكفيك حوالي 10 أيام كتير قوي، وبعد كده مفيش. واللي ظروف ظرف الإنسان إن هو ينتهي مهنة ثانية، طبعا الدروس والحياة الاقتصادية، المرتبات ضعيفة، المطلوب زيادة، الأمور متدنية جدا 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 في المباراة. النهارده لو طفل عندي تعب عشان اروح اوديه الدكتور، اقل كشف 50 جنيه، اقل الخطه هتيجي 70 80 جنيه. طب ده خلاف لسه الاكل والشرب وخلاف الملبس. الواد عايز يتفسح، الواد عايز يمشي، هتجيب منين؟ طبعا دي مشكله زي مشاكل هنقول السواد الاعظم من الشعب المصري. فبنحاول ننتهي منها ثانيا نجدها بحيث ان ربنا يكرمنا نقدر نكسب بيوتنا. احنا اللي بنلتمس بس ان احنا نعيش كمواطن بني ادم، نتعامل معامله بني ادمين. لو رحت المستشفى النهارده مفيش، طب تروح دكتور بره، ما انتش عارف تاخد حقك من التامين الصحي، بتتعامل معامله كلب، والكلب بره له قيمه عن الانسان المصري. كلب اوروبا له قيمه عن الانسان المصري، وده الكلام ده مع اي مخلوق على مستوى الجمهوريه. النهارده في اوروبا لو كلب جربوا اي حاجه او قط جربوا اي حاجه، الدنيا كلها بتقوم وتقعد له. النهارده بني ادم اتفرج على البني ادمين بيعملوا في المستشفيات، ملايين لدرجه الشريكه بتروح تشتريها من بره، قنبول تشتريها من بره، معامله مفيش معاملات، مفيش معامله. التامين الصحي النهارده مفيش. هيعمل لك ايه التامين الصحي؟ يحولك من ده لده لده. يعني اي دكتور يحولك من الثاني للثالث وعاملك معامله كانك انت عبد عنده. يعني معامله عبيد، مش معامله بشر لبعض، ما عادش فيه امكانيه في التعامل. ممكن هنطلع لو نسبه 2-3% فيه لسه في اطباء محترمين فيه، بس فين الباقي؟ الشباب الاعظم فين النموذج بتاع الدكتور محمد عمار؟ الدكتور محمد بتاع كده، محمد ايه؟ كده لما نيجي مثلا للاطباء عندنا نموذج احتذى بيه دكتور محمد غنيم. ليه ما كانش الاطباء كلهم على مستوى الدكتور محمد غنيم معامله المريض، وان هو يتابع المريض؟ الراجل عمل مستشفى وعمل المزارع بتاع الطعام، مزارع طعام للمستشفى، وبقى يجيب فلوس من بره للمستشفى، يعمل المريض احسن معامله بني ادم. ايه ما يستفيدش؟ ده هو المثل الاعظم للدكاتره اللي عندنا. الدكاتره النهارده لما كنت تدفع بره ليه؟ اي معامله النهارده بين البشر وبعضهم كله بقى اصبحت الماده هي السبب الاعظم في كل شيء. النهارده ممكن تلاقي بني ادم مرمي بره عشان قنبله ولا عشان حقنه ولا عشان اي حاجه. ليه؟ عشان ايه؟ النهارده مدرسين، انا بتكلم عن نفسي اهو، ما لم يدخل قدراتي لم ينجح في مادتي 90% من الثانويه العامه والاعدادي كده. انا عندي اولاد في الاعدادي، عندي ابن في الاعدادي واولاد في الابتدائي. الطالب الاعدادي عاملين تسعيره 30-50 للماده. عشان ايه يعني؟ طب انا هجيب منين؟ طب هو راجل انا بقول انا مش عايز فلوس دي حرام، انا مستحرمها ما بشتغلهاش. انا كمدرس لازم اطلع كل مجهودي في قد الخبره بتاع الدراسه بتاعتي الطلبه بتوعي. انما الدرس لا. ليه عشان ايه؟ لما انا كان طالب في ابتدائي ومرحله اعداديه كان بياخد درس كان عيب، لان كان عندنا مدرسات اقوياء. عندنا دلوقتي الحمد لله في معلمين اقوياء كتير، بس المشكله بقى في الطالب عاد مهمل. وبعدين الدخل بتاع ولي الامر النهارده تعبان، هيعيش منين ولا هيجيب منين؟ انا كولي امر بصعب عليه ولي الامر اللي زيي، بصعب عليه هيجيب منين؟ هو انسان غلبان دخله محدود، هيجيب منين؟ فربنا يستر علينا والمسلمين جميعا يا رب، وعلى مصر كلها طب حضرتك هتأيد مين في انتخابات الرئاسة 2019؟ والله احنا دلوقتي زي ما كنا شايف يعني الصورة تدوم عن نفسها. طيب اسم شفارة ده شهرة؟ لا حقيقة
واقع. نعم. واقع. طيب أي نبذة عنه مختصرة؟ هنقول هو راجل باحث عن الحرية أينما كانت، باحث عن الاستقلال، باحث عن حرية الشعوب ضد الاستعمار، ضد الإمبريالية والملكية الخاصة. يعني تلاقي الشعوب لما دي هنتكلم عن شخصيته في نبذة بسيطة خالص. إنسان باحث عن الحرية أينما كانت، باحث عن استقلال الشعوب أينما كانت، ومصير الفقراء، مصير المحتاجين. ليس له وطن، وطنه العالم. كان نتكلم في أصله، وأصله أرجنتين، مواليد الأرجنتين. ده في النمسا، درس هندسة في النمسا. كان زميله في عهد الدراسة اللي حضرتك تسمع عنه بيتر كاسترو، اللي هو زعيم كوريا حاليا. النهارده درس عمارة، وبيتر كاسترو درس كهرباء. لما بيتر كاسترو راح بلده اللي هي كوبا، طبعا دخل في حزب العمال لحد ما وصل للسلطة، عمل انقلاب ووصل للسلطة. يعني أول واحد حب إن هو يستفيد بيه أو هو يضمه له، ضم جيفارا اللي ظبط له الحياة الاقتصادية بتاعت كوبا، ظبط له الزراعة، ظبط له الصناعة، ظبط له التجارة. كل الكلام ده كله عن طريق السريات بينه وبين الشغل الثاني. يعني دخل على يوغوسلافيا، جاب لنا جرارات زراعية وآلات زراعية حديثة، شغلها في كوبا. بدأ هو اللي عمل الثورة بتاعت الفلاحين، اللي هو نظام الإصلاح الزراعي. أول ما اتعمل عندهم في كوبا، بدأ يوزع الأراضي على ضرائب الفلاحين، وبدأ يعمل جمعيات زراعية، بدأ يعملوا منتجين. بعد ما كانت أمريكا عايزة تحطها على كوبا، تجيبها على كوبا عشان 3 حاجات. أول هام قصب السكر، ثاني هام الدخان، ثالث هام مشتقات البترول. يعني كوبا فيها مشتقات بترول، وهي الأولى في العالم في إنتاج قصب السكر وإنتاج الدخان. وجاي حضرتك تسمع حاجة اسمها السجارة مع الرمل، لو بمعنى الأصح كده بينا وبين بعض لك على طلع الكفتة في الأفلام والكلام دوت، هو ده اللي بتشتهر بيه كوبا. فالراجل دوت ظبط البلد وسلمها له في الآخر وقال له السلام عليكم، وخد سلاحه اللي دخل بيه، وخد المخنة بتاعته، وكتب له جواب قال له بس لك حاجتك ومعرفة سلامك، وطلع يكمل في بوليفيا. وكانت النهاية بتاعته في بوليفيا، كان برضه هناك ثوار في بوليفيا، ومات في بوليفيا. مات في بوليفيا. وكانوا يقدرون ان هو يعامل معاملة القديسين في بوليفيا لما مات، لأنه كانوا يتصوروه في صورة السيد المسيح في بوليفيا. يعني احنا دلوقتي نعتبر الدكتور حمدين صباحي هو المرشح اللي حضرتك عايزه. والله انا بدور على ذكر، انا عايز رئيس جمهورية ذكر اقدر اتكلم معاه، يقدر يتكلم معايا، نقدر اننا نتكلم مع بعض كاخوات في وطن، تحب البلد دي. البلد دي عايزه ايه؟ البلد دي وقعت تجاريا، وقعت صناعيا، وقعت زراعيا. يكفينا الامراض اللي موجوده، يكفينا اشباه الناس اللي طلعوا من لا عدم وبقوا هم دلوقتي اللي ماسكين البلد. حرام. الناس دلوقتي جايبه لورا، جايبه لورا. يعني لما تيجي تتكلم 99% النهارده من قضايا الطلاق، اقسم بالله اسباب الحياه الاقتصاديه، مشاكل الزوجيه، اسباب الحياه الاقتصاديه. ده عند القضايا في مصر. النهارده الراجل ما عندوش كفاءه، معهوش انه يجيب اقل بياخد النهارده بيصرف له 100 جنيه. كان الواحد بياخد له النهارده 1000 جنيه ولا 2000 جنيه. يعني 2000 جنيه ده راجل انا وكيل وزاره زي ما بقول يعملوا ايه؟ 1000 جنيه لما الراجل النهارده بياخد 1200 جنيه يعملوا له ايه؟ شغال النهارده بقى 93 شغال في التربيه والتعليم، ومعلم اول الف. يعملوا له ايه؟ عنده زوجه وعنده 4 اولاد، يعملوا له ايه؟ يعني عايز واحد بس يجيبها لي كده ويصنفها لي. دول يعملوا كام؟ اليوم يقف بكام؟ اكل وشرب ولبس وسكن وكهرباء وميه، والتامين بيتاخد مننا، وعيل تعب، عايز زبد، عايز روز. واحد يصنفها لي تمشي ازاي؟ انا عايز واحد يصنفها لي كده من الناس اللي قاعده على الكراسي الكبار، يصنفها لي ويقول لي تمشي ازاي؟ مشيها لي. انا هقول لك على حاجه، صلى على النبي. انا عندي كفاءه ان انا اشتغل 24 ساعه في 24 ساعه، اديني بس 3 ساعات بس في اليوم راحه. اخبار حضرتك هشتغل اي شغلانه، واللي يجي لو قالوا لك في البيت احنا عايزين بجنيه سكر هتكون بجنيه سكر، عايزين بجنيه شاي هتكون بجنيه شاي، اللي هم الكبار هتكونوا، وانا عباره عن بني ادم شغال عندك، مش اكتر من كده. عايزين حاجه منه اكتر من كده؟ وده 99% من شعب مصر كده، انا بيعاني.
بيعاني. نفسي بقى اعيش كبني ادم، نفسي اطلع اتفتح، نفسي اعرف المناطق الاثريه اللي في بلدي، مش عايز اطلع بره، ده عايش في المناطق الاثريه اللي في بلدي اللي الاوروبا دي من بره يعرفها اكتر مني، يعرفها اكتر مني. نفسي اعرف ايه احوال بلدي، مش عارف. نسمع عن حاجه اسمها شرم الشيخ، نسمع عن حاجه اسمها غردقه، نسمع عن حاجه اسمها الاقصر، نسمع عن حاجه اسمها اسوان، لا عمرنا ما سمعنا ولا عمرنا هنروحها لان ما معاش ان احنا نروحها. ازاي؟ يوم ما بنروح ضمان بتبقى يا سلام، بتبقى دي حاجه جامده قوي 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 قوي. يوم ما رحنا نقعد يوم واحد بس في جمصة، يوم رحله اليوم الواحد، لان ما معناش كان رحله اليوم الواحد هتكلفك اقل حاجه 500 جنيه او 400 جنيه. طب لما تيجي بقى عايز تروح لك اسبوع ولا تعيد لك يوم زيه ولا يومين في شرم ولا في الغردقه، هتصرف قد ايه؟ ولا تاخد رحله اسوان الاقصر واسوان هتاخد قد ايه؟ نفسي اعرف عشان لما احكي لاولادي اعرف ايه المناطق السياحيه اللي في البلد، ما اعرفش، وغير ال 90% ما اعرفش لانه ما بروحش على الطبيعه. بقول لحضرتك يعني بالنسبه لاختيار الرئيس، انا عايز ذكر. كلمه ذكر كلمه تحتويه ذكر، راجل من ذكر راجل ما يخافش، لان الشعب كله هيبقى وراه، لان الشعب طفح الدم، طفح الكوته، وده التعود الاعظم من الشعب. ده النهارده لو قلت لي حارب هقول لك هطلع حارب دلوقتي اهو، والله ما تفرق معايا في اي حاجه، اديني سلاح وانا اطلع حارب في اي مكان، اديني سلاح وانا اطلع حارب دلوقتي اهو معاك، مش فارقه معايا خلاص. يعني هنا وصلت للحكوم خلاص ما عادش، اقسم بالله العلي العظيم معاك خلاص بقى الناس وصلت هنا اهو، ما عادش اتخنقنا باللي بيحصل من البلد، اتخنقنا من الناس اللي بيلعبوا بينا، ما حدش هكر. الشعب ده شعب جبار والله العظيم، ده شعب جبار، ما حدش. وبسكت بس اياك وانتظار ثوره الجياع، اياك وانتظار ثوره الجياع، ما حدش هيعرف يلم حد، اقسم بالله ما حد يعرف يلم حد. الجوع انتوا دلوقتي بتوصلونا للجوع، ما حدش عارف يعيش. فانا نفسي في زعيم بشر هنقدر يدي الكلمه لما يبقى طعامنا من غير ايدنا، اكلنا من عندنا، مش عايزين حاجه من بره، مش عايزين حاجه كده مسرطنه ووزعوها على الناس. السرطانات اللي موجوده والقرف اللي موجود في البلد، اطفال بتتولد مسرطنه، اطفال بتتولد عندها سرطان، عشان ايه؟ والامراض اللي موجوده، امراض الكبد وامراض الكلى، عشان ايه الكلام ده كله؟ ليه والصالح مين؟ فربنا يسترها علينا يا رب، ويسترها على مصر، ويا رب هنقول يوفق الراجل اللي انا واخترته من قلبي، ونفسه يعمل الناس اللي انا بقول عليه، يهتم بالزراعه، يهتم بالصناعه، يهتم بالتجاره، يهتم بالتعليم، يهتم بالصحه. اسمه والله انا ما هذكر اسامي، الصوره بليغه تقول انا عايز مين وليه. شكرا لك.